مرحبا غالياتي، وش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير وفي صحة جيدة يا رب العالمين، انتوما وكل افراد عائلتكم. والله توحشتكم بزاف وفرحانة اليوم راح نشارككم بأول تبحيرة ليا هذا العام. خلوكم معايا تعيشوا الأجواء وتستمتعوا بالتفاصيل، منورة بوجودكم وتعليقاتكم اللي ديما يفرحوني. هاني مع التحضيرات قسمت الشغل مع بناتي ربي يحفظهم لي. اي وحده دارت الكروكي كيما راكم تشوفوا بسيط العادي، الواحد ما يكلفش روحو هكا باش يروح البحر وفرحان ومتهني. ووحده عجنت البيتزا وهي خمرت لها نحتها كما راكم تشوفوا، ودرت شويه فرينه وهي حلتها. قالت لي حبيت نديرها ميني بيتزا، ودهنت البلاطو نتاعها بالزيت وحطت الميني بيتزا نتاعها، ودرت لهم الصوص طوماط مع الفرماج وزينتها بالزيتون وطيبتهم كما تشوفوا. وانا هنا يعني نطيب في الشكشوكه بعد ما طيبت الفريت، قلت ندير لهم الساندويتشات يا البنات. ثاني خرجت الحوايج اللي نحتاجهم كما الباراسول وكلاسير والحسيرة ثاني باش نفرشوها مع واقي الشمس. هنايا الصباح باكري صلينا الصبح وديميرينا كما راكم تشوفوا مع ذكر أدعية الصباح يا البنات. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنون وإلى ربنا لمنقلبون. هنايا الصباح يا البنات، شوفوا الشمس راهي بدات تطلع، واحد المنظر شوفوا كيفاه راهي حمراء روعة روعة. وهنايا في الطريق حبسنا فطرنا وكملنا طريقنا، وكانت الوجهة هذا المرة إلى مدينة القل الجميلة. حبينا نغيروا شوية ونتعرفوا على شواطئ بلادنا موالفة نروح الجيجل، ولكن هذا المرة قلت نروح القل ربي يحفظها ويزيدها خير. والله غير مناظر طبيعية تفرح القلب. الديار هكا وسط الخضورية والجبال والناس تربي في الحيوانات، وثاني كل شيء محطوط على الطرق يا البنات، كيما التفاح يبيعوا الكرطوس المسطورة. المهم تشبه شوية الجيجل وناسها باينين باللي الناس ملاح ما شاء الله. هنايا تفكرت عجوزتي بكري البنات، كنت كي نروح لأي مكان نروح معاها، نحس بالفرحة والونس معاها خير ما نروح وحدي. وبعد ما توفات ربي يرحمها ويجعلها من أهل الجنة، وليت كي نروح نلقى بلاصتها خاوية. العبرة يا البنات أنه الناس اللي نحبوهم يروحوا بالصح أثرهم يبقى دايما في حياتنا، وربي ديما يعوضنا بالخير. وهنايا الطريق كانت طويلة، كنا نستعملوه في جوجل ماب. كنا الطريق ما نعرفوهاش، وإنما كاين بلاكات تبعوهم. وصلنا للقل، والله مناظر طبيعية ساحرة تبهر وتفرح القلب. شرينا لابوي للولاد باش يفرحوا، وسقسينا ثاني على أقرب شاطئ واللي هو شاطئ بن زويد. والله كان شوية الداخل يا البنات متقدريش تشوفيه على الطريق، وإنما نظيف وناسهم محترمين تاع العائلات. وثاني شاطئ يا البنات ماهوش غارق
خلاص. كاين ياسر شواطئ، وانما حنايا جينا غير نهار قلنا مالا نروحوا لاقرب شاطئ كما قلت لكم. وهنايا وصلنا هكذاك على 10 قرا الزوج السياره نتاعو وركبنا الباراسول وفرشنا هذيك الحسيره ودينا الكراسه كما قلت لكم، ولبسوا اللبسه تاعهم الاولاد وعاموا حتى شبعوا الضحك واللعب. وبعدها تغدينا وشرا لهم بيهم ليبيني والمقرود والجي وعاودوا دخلوا البحر. والله كي لحقت 5 ما بغاوش يخرجوا لي بالسيف باش نروحوا. جمعنا رواحنا ورجعنا بذكريات حلوه تبقى في البال. هنايا كي خرجنا من القل بدلنا الطريق اللي جينا عليها، كاين فيها السيركيلاسيون ياسر وضيقه وثاني التعب طويله ياسر. هنايا حكمنا طريق شرق غرب يا البنات، احسن واحسن طريق دوبل فوا سريع ديريكت لقسنطينة وفتنا على الانفاق ولحقنا هكذاك على 10 تاع الليل. تعشينا في الطريق يا البنات، وكي لحقنا تعبانين واحد التعب ما نحكي لكمش. وهكذا كانت بحيرتنا للقل، يوم عامر بالمناظر الزاهيه والضحكه ديال الاولاد. نتمنى تزوروه وتكتشفوا سحر شواطئ بلادنا الحبيبه، وما تنساوش تدخلوا لي رايكم وتعليقاتكم اللي فرحوني دائما. نلقاكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.